في مواجهة 12 يوما، وعاد اليوم إلى ساحة الحرب بعد الضربات على إيران. ما إمكانات صاروخ خيبر شكن الإيراني؟ كشفت عنه طهران عام 2022 وقالت إنه عالي الدقة ويتمتع بقدرة المناورة خلال مرحلة الهبوط لاختراق الدروع الصاروخية. مداه يصل إلى 1450 كيلومترا. رئيس القوة الجوية السابق بالحرس الثوري أمير علي حاجي زادة وصف خيبر شكن بأنه أحد صواريخ الجيل الثالث للحرس الثوري، وقال إنه يعمل بالوقود الصلب، مؤكدا أنه أضاف قوة كبيرة للمنظومة الصاروخية الإيرانية. مراحل تصميم هذا الصاروخ بدءا من الفكرة حتى الإنتاج تمت بسواعد وخبرات محلية بحسب زادة، موضحا أن تصميمه قلل من وزنه إلى الثلث مقارنة بالنماذج المماثلة، واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس. باحثون إيرانيون يرون أن أهم ما يميز الصاروخ عن باقي صواريخ طراز فاتح الإيرانية زينة رأسه الحربي ونوعية المواد المتفجرة. المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية أعلن أن طهران استخدمت الصاروخ للمرة الأولى في المواجهة مع إسرائيل عام 2025، وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستخدام الصواريخ خيبر شكن 2 عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل أيام، وذكرت أن مداه يصل إلى 2000 كيلومتر وأنه مزود بمنصة إطلاق متطورة تقلص زمن التحضير والإطلاق إلى سدس الوقت المطلوب للصواريخ الأخرى.